الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده ان شاء الله نعمل حلويات سهله وبسيطه قوي، وكمان هنعملها تقريبا في 5 دقايق. الحلويات دي هنديه، هي شبيهه كده للمشبك، والمقادير بتاعتها كمان بسيطه قوي. المقادير عباره عن واحد. المقادير هنقول له احنا شغالين. دي كوبايه دقيق، نحط عليهم نص كوبايه نشا، ماشي كده. وهنضيف عليهم كمان معلقه بيكنج باودر، وهنحط عليهم شويه كربونات. لو عايزه تحطي لون ممكن تجيبي الوان طبيعيه اللي هي بتبقى موجوده عند العطار. هتحطي لون برتقاني، شعره خفيفه جدا. انا مش هستخدم عليها اي الوان، هعملها كده بنفس لونها كده. هنحط بقى ميه، هنحط شويه بشويه، هنشوف المقدار. حطي يا سلمى كمان، بس كفايه كفايه. لما اقول لك حطي تاني حط لو احتجت اصبري. هقلب كده بقى. حطي كمان، حطي يا سلمى، حطي كمان، حطهم كلهم. ايوه، بس لو احتجت بقول لك هاتي تاني. استنى، هقلب بقى كده. نعم. عايز تعملها؟ اما تكبر هخليك تعملها عشان انت لسه صغير. نعم. بصوا انا ربطته كده، هاجي كده من الحرف هنا، وهعمل خرم صغير قوي. يعني انا مش عايزه اقص حته كبيره، حته صغيره قوي قوي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. ولو عايزين لو اول مره تشوفونا، القناه بتاعتنا اسمها مطبخك مع نكليك. هتكتبوا، هتخشوا اشتراك وتخشوا بقى على الفيديوهات كلها. اسمعوا كلام سلمى. وكده وصلت معاكم نهايه الحلقه. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو قوي. انا عملت حبه حلوين،
اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم. حلوه وخفيفه. انا كده وصلت معاكم نهايه الفيديو. يا ريت لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وعايزه اقول لكم لو جربتوها يا ريت تكتبوا رايكم. طعمها حلو قوي قوي، خفيفه، هي بين المشبك والزلابيه، طعمها حلو قوي.